تفتكر إيه أغرب سر ممكن يكون مدفون تحت أهراماتنا اللي بنشوفها كل يوم؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. الحكاية بتبدأ من هرم سقارة، مش مجرد حجارة مرصوصة فوق بعضها. لا طبعا، ده تاريخ بحاله. بس ايه الجديد اللي عندك؟ الجديد إنه جوه الحجارة دي نفسها محبوس كيانات من نار، جن غاضب بقاله آلاف السنين. ازاي يعني محبوسين؟ مين اللي قدر يعمل فيهم كده؟ كهنة قدماء بقوة محدش يتخيلها، حبسوهم بتعاويذ وسحر مربوط بدورة الشمس. يا نهار ابيض، يعني طول السنين دي كلها وهم محبوسين مستنيين لحظة ضعف واحدة، فرصة عشان يكسروا السجن ده. والفرصة دي جت في شكل كسوف نادر للشمس، لحظة الظلام اللي بتكسر قوة السحر الشمسي. في اللحظة دي الجن المحبوس بدأ يخطط لثورة تغير كل حاجة نعرفها. ثورة جن، ده كلام يخض بجد. تخيل معايا، الأرض بتتهز تحت الهرم مش بسبب زلزال، دي طاقة الجن المحبوس وهو بيحاول يخرج. بالظبط، والأحجار القديمة بدأت تظهر عليها شروخ بتنور بلون أحمر غريب، كأنها بتصرخ من اللي جواها. طب والكهنة اللي حبسوهم فينهم؟ أسرارهم ماتت معاهم، وما بقاش في حد يعرف التعويذ اللي تقدر توقفهم. يعني مفيش أمل، خلاص هيخرجوا. قائدهم الجن الأقوى اللي كان أول واحد يتم حبسه كان بيجمع قوته عشان يدي الضربة الأخيرة. والضربة دي كانت إيه؟ مع اكتمال الكسوف كان هيفجر طاقة مهولة تكسر كل الأحجار وتحرر جيشه من الجن. تخيل لو ده حصل فعلا، العالم كان هيبقى شكله إيه؟ لم يكن يعلم أن سر صغير تركه أحد الكهنة القدماء كان هو مفتاح إيقاف كل شيء. سر إيه ده اللي ممكن يوقف جيش كامل من الجن الغاضب؟ نقش صغير على حجر في أعمق غرفة في الهرم، نقش محدش خد باله منه لآلاف السنين. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.